الفيديو اللي هتسمعه معايا النهارده للكابتن احمد الطيب وهو بيأكد ان السمك في الميه بيقول ان شيكابالا اسطوره، وان العصافير على الشجر بتأكد ان شيكابالا اسطوره، والفرق ما بينه وما بين الكابتن محمود الخطيب الفرق ما بين لون البشره، وان الكابتن محمود الخطيب بيلعب بيمينه والكابتن شيكابالا بيلعب بشماله. حاجه غريبه تؤكد ان ده وهو طالع يعمل لقاء كان ضارب 2 من دول. اسمع معايا الاستاذ او الكابتن احمد الطيب المعلق الجميل الزملكاوي وهو بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وشيكابالا والفرق ما بينهم. اسمع معايا كده قال ايه. بس يا ابو الصحاب بعد اذنك اعمل لايك للفيديو ده وصلي على النبي في كومنت وقول لي رايك في الكلام اللي هو قاله. اسمع معايا كده. بس قول لي بقى مين الاسطوره في الاهلي؟ طيب كتير جدا دلوقتي. لا دلوقتي في الاهلي مفيش اسطوره. اخر اسطوره كانت موجوده عبد الله السعيد ومشي. محمد ابو تريكه اسطوره ستبقى عظيمه لسنوات وسنوات. بصي اقول لك على حاجه، النادي الاهلي مرحله الخطيب هو الايقونه، هو الرمز للنادي الاهلي. بعد كده دخل مرحله حسام حسن، وان كان تاه في النص لاعب عظيم جدا مارادونا النيل هو طاهر ابو زيد، لكن خلينا نقول انه كان الخطيب. بعد كده جه حسام حسن، بعد كده جه خالد بيبو لفتره قصيره، وبعدين راح جاي محمد ابو تريكه معلش سكن يعني القلوب. معلش لحظه. امال حضرتك الاهلي بيكسب ازاي لحد دلوقتي وهو من غير اساطير؟ مين قال الاهلي مفيش اساطير؟ انت حضرتك دلوقتي. لا دلوقتي حالا كده. دلوقتي حالا ما هم دلوقتي بيبنوا. انت حضرتك نسيت. خليكي معايا. لا هم بيبنوا بنى يخليهم اسطوره. لسه في اول سلمه. اللي موجودين مين فيهم هيبقى اسطوره؟ طيب قول لي اسم. ما اعرفش، ما فيش ملامح بصراحه واضحه قوي يعني. عشان كده النادي الاهلي عمال يدور. النادي الاهلي عمال يدور على حد يكون هو الاسطوره بتاعته. كهربا مش اسطوره؟ نعم، انا بحب كهربا على فكره على المستوى الشخصي وكلاعب يعني، لكن مر بمراحل تخرجه بره تركيز انه يكون حاجه زي كده في زمن قليل. لكن هو لعيب كويس قوي ومهم ومؤثر قوي. علي معلول مش اسطوره؟ الشناوي مش اسطوره؟ يعني احنا بنقول الخطيب اسطوره، يبقى علي معلول اسطوره، يبقى الشناوي اسطوره؟ هي تساوي الروس. هو شيكابالا زي الخطيب؟ لا انت بتقارن شيكابالا بالخطيب يا فندم؟ لا طبعا. انت قارنت؟ لا طبعا. الخطيب سنه كبير عن شيكابالا، فرق العمر بس، فرق اللون وفرق الرجل، ده بيلعب بشماله وده بيلعب بيمينه. كل واحد ليه زمنه. انت مش قلت ان شيكابالا اسطوره؟ طبعا، مش انا اللي بقول. والشناوي لا؟ العصافير على الشجر هي اللي بتقول. حارس مرمى منتخب مصر مش اسطوره؟ العصافير على الشجر هي اللي بتقول شيكابالا اسطوره، مش انا. الدنيا كلها عارفه، السمك جوه الميه بيقول شيكابالا اسطوره. كابتن انت يعني عمال عصافير في الشجر وسمك في الميه، دي حاله عشق. اصدقك ازاي وانت بتعلق؟ انت غير محايد بالمره، انت مش عارف تداري، مش قادر. كابتن الشناوي ما عندوش ده يا فندم؟ الشناوي اللي هو حارس المرمى؟ حارس مرمى الاهلي. حارس كويس. حارس كويس كده؟ طبعا هو كويس دي شويه. طب هو اخد كام بطوله تعرف؟ لعب مع المنتخب كام ماتش؟ وشيكابالا لعب كام ماتش واخد كام بطوله؟ بصي كره القدم اتلعبت يعني ازاي اسطوره من غير بطولات؟ من غير بطولات، صح. اخر 3 سنين كابتن لطيف زمان قال استنيني بس، الكوره جوان. استني بس. اخر 3 سنين شيكابالا واخد الدوري مرتين من 3. قول لي بقى. ما هو انا بقول لك قول لي. اخر 3 سنين شيكابالا واخد الدوري مرتين من 3. مين الاحسن بقى؟ يا عمي يا كابتن دلوقتي بعد اذنك يا ابو الصحابه انا عايزك، بص والله بكلمك بجد، شير الفيديو ده في كل مكان لان هديله كلمتين في الصميم دلوقتي. انت عارف يا ابو الصحاب بعد الفيديو اللي عمله احمد الطيب ده جماهير الزمالك هتطلع تقول له الله عليك يا احمد يا طيب، الله ايه الكلام الجميل ده يا خرابي. واحد بيقارن ما بين الكابتن شيكابالا والكابتن محمود الخطيب، بيقارن ده بده، بيقول فرق البشره وفرق مش عارف ايه وفرق الرجل والعصافير على الشجر. يا سلام. وبيقول لك يعني ان اللاعب ده واخد اخر 3 سنين دوري. طب ليه ما قلتش اخر 20 سنه؟ طب ليه ما قلتش اخر 10 سنين؟ طب ليه ما قلتش اخر 15 سنه؟ انت بتخاطب مين يا عم؟ انت العقليه بتاعتك واصله لحد ليفل الوحش، والله واصله لليفل الوحش. يعني لو جيت تتكلم عن الكابتن شناوي اللي انت اصلا بتقول عليه كويس حارس مرمى منتخب مصر بقاله كام سنه،
قول لي انت بقى لو انت يعني كده، يعني قول لي انت حارس مرمى منتخب مصر الاول مين هو غير الشناوي؟ حارس مرمى النادي الاهلي مين هو غير الشناوي؟ خد كام بطوله مع النادي الاهلي؟ مستواه ثابت، ومستواه يعني لو تذبذب بينزل حاجات بسيطه وبيرجع يعلى تاني. قول لي انت بقى يعني بتدي بتدي معايير الاسطوره دي ازاي؟ معايير الاسطوره ليها حاجات انا لازم افهمها للناس واقولها للناس. معايير الاسطوره في اسطوره نادي، في اسطوره منتخب، في اسطوره كره مصريه، في اسطوره كره عالميه، بس هو ما يعرفش الكلام ده. هو طالع بس عايز يجمل في شكل ناس هو بيحبها. انت بتحبهم يا عم لنفسك، انت ما بتتكلمش بالمنطق، انت بتتكلم مجرد انك بتحب نادي الزمالك وبتحب شيكابالا. يا عم يا سيدي حبه بعيد عننا. ما هو انت برضك نفس الراجل اللي كنت بتتفرج عليه وبيعمل حركات بذيئه في الامارات في السوبر بتاع النادي الاهلي. انت برضك نفس الراجل اللي كان يعني هو ما بيعرفش ياخد اللقطه، فقال لك هاخد اللقطه. اخدها ازاي؟ ما عرفش يجيب اجوان في الملعب، فقال لك لازم ياخد اللقطه. اخدها ازاي يا عم اسلام؟ اهو. طب اهو، ما هو لازم ياخد اللقطه، لازم يعمل اي حاجه في الماتش. ده بتاع لقطات، شيكابالا ده بتاع لقطات. وتقارنوا ايه وعصافير على الشجر ايه وسمك في الميه ايه وايه الكلام ده؟ ايه الضحك اللي انتوا بتقدموه ده يا جدعان؟ يعني ايه؟ الله بقى هتلاقي بص جماهير الزمالك بيطلعوا بيسقفوا له. الله انت جميل، انت حلو يا كابتن احمد يا طيب. والله العظيم يا جدعان الناس دي مثيره للشفقه. يعني انت تشفق عليهم كده ان هم بيقولوا الكلام ده، ولما تيجي تتكلم عن معايير الاسطوره انا قلت لك في اسطوره نادي، في اسطوره منتخب، في اسطوره كره مصريه، في اسطوره كره عالميه زي كريستيانو رونالدو، زي ميسي، زي بيليه، زي مارادونا، زي الناس دي اللي قدرت تكتب يعني اساميها بحروف من ذهب على الكوره. لكن لما تيجي تتكلم عن معايير الاسطوره ما تشبهش الكابتن محمود الخطيب بحد، ما تشبهش الكابتن صالح سليم بحد. ليه؟ لان الناس ديت عملت اللي محدش عمله في الكرة المصرية عامة، يعني سواء اخلاق، سواء ادب، سواء بطولات، سواء يعني سابوا فلوس كتير عشان خاطر النادي، سابوا حب، سابوا عشق، سابوا حاجات كتيرة جدا عشان مجرد ان وجودهم في النادي وتأثيرهم على يعني الشباب اللي طالع، سواء كان ناشئين سواء كانت لعيبة. وكل واحد بيقدر يختار طريقه، كل واحد بيقدر يختار طريقه، يطلع اسطوره ولا يطلع يحترف ولا مش عارف ايه. وفي ناس بتطلع تحترف بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام وبيرجع برضك للنادي الاهلي، زي تريزيجيه، زي احمد حجازي، زي لاعيبه كتير قدرت تطلع من النادي الاهلي من الباب الكبير. شكرا لكل الناس. مش حابب بس اطول الفيديو لان انا لو قعدت اتكلم في قصه معايير الاسطوره والكلام ده هتبص تلاقي يعني عايزين فيديو ساعتين. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.